الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. نرجع للكوري ومشاكل الكوري. مشكلتنا اليوم باب سيارة، أي سيارة كوري كلها واحد، رغم أنه عندهم بساطة بالتصنيع لكن عندهم إزعاج بالفتح. مشكلتنا شنو؟ يجي عندك الباب بسبب المطر والطين تراكماته، يصير الباب هذا يفتح هيك وما ينسد، أو ما ينفتح، أو تضبط اليد هيك، يعني ما يفتح الباب. أوكي، اللي هي صارت بهذا الباب مشكلتنا. هاي المشكلة وين حلها؟ لازم تفتح طبعا الباب الخلفي مزعج، لازم تفتح هاي الهوسة كلها، البطانة الخارجية، هذه البطانة الداخلية، الجامة، والجامة هاي ما تطلع وتشيبك، وتفتح هاي الهوسة كلها، وهذا الربل كله تغيره تفتحه، وهاي هنا القطعة الستيلة اللي هي هاي تفتح النيكلة. اوكي، علتنا وين؟ بالقفل. هذا القفل طلعناه برا، طبعا تفتح القفل منه، هذا البرغي مال يده واحد، هذا القفل. العلة كلها وين؟ كلها بهالبيم هذا. شوفوا هاي الهوسة كلها بهذا البيم. شوفون هذا البيم، هذا لازم يتفخص لازم يتفخص هذا البيم، يتفسخ ويطلع هذا البيم وينضرب كاغد جام ويتنظف. ولغوة فتحته والله، نصيحة لا حد يفتح بالبيت، نصيحة. حبيت اشرح لكم المشكلة، ان اذا صار عندك الباب ما يفتح، العطل بسيط بس الفتح والشد مالتك اللي صعب. طبعا البعض شو يسوي؟ يفتح الباب منه ويدخل اي سي دي او شيء لجوه، تنجح وما تنجح. هاي الاعطال كلها تصير بسبب الامطار، بسبب الغسل الدائم، بسبب تراكمات الاوساخ. شوفوها، شوف الطين اللي داخل السيارة، شوف التراب اللي داخل السيارة، شوف الزنجار هنا. الكوريين شغل الكلاوات، اخذ بس دواخل. مع السلامة.